المباراة المنتخب المغربي مع المنتخب التنزاني، بروميير ميطا اللي خرجت بيضاء بدون اهداف لا المنتخب التنزاني ولا المنتخب المغربي. المنتخب المغربي بروميير ميطا نفس السيناريو اللي تكرر مع النيجر كرروه في بروميير ميطا، نفس السيناريو اللي تكرر، واخا دخلوا اللاعبين واخا دخلوا بعض اللاعبين وتغيروا جميع اللاعبين اللي كانوا لاعبين مع النيجر في بروميير ميطا وتغيروا ودخلوا في بروميير ميطا مع تنزانيا، نفس السيناريو كيتكرر، نفس السيناريو، ما كاينش اللي يتير، ما كاينش اللي ماركي، ما كاينش. هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال في المنتخب المغربي. المنتخب المغربي كيلعب كره ولكن اللي ماركي واللي يتير كره ما كانش. هذا هو الاشكال في المنتخب المغربي، وهذا هو الدفو اللي كنطيحوا فيه. انت راك كتلعب بلادك، ما غاديش نقولوا راك لاعب خارج بلادك، راك لاعب بلادك، راك لاعب في وجده، لاعب في وجده خصك تربح بربعه، خصك من ميطا خصك تكون رابحها اقل بواحد ولا زوج، ماشي حتى الدوزيام ميطا تماركي وحتى الدقه الاخيره عاد تماركي الهدف الثاني. الكره لعبوا البالو، لعبوا كره القدم ماشي ما لعبوش، لكن اللي ماركي ما كانش، اللي يتير ما كانش. راه واخا كتلعب وتبقى شاد الكره 90 دقيقه، هو الهدف المباراه، هو الاهداف، هو تماركي، هو تماركي. شوفوا النصير غير موجود، بزاف ديال عدد اللاعبين كره كيشدوها مني باش يماركي وما كانش. هذا هو الديفو، هذا هو الاشكال في المنتخب المغربي. هادشي خصهم يخدموا عليه، خصهم يخدموا عليه، لا ولد الكراكي ولا اللاعبين، باش انت يجيك لا ديفونس وهو يماركي لك الهدف الفوز. راه صعيبه انت لاعب كيدافع ويماركي لك، هو يفتح لك تسجيل الاهداف للمنتخب ديالك، هو يماركي لك الهدف الاول ولا ديفونس وكيدافع لك، والدفاع هو اللي ماركي لك، والهجوم غير موجود. فرحنا وعجبنا الحال كيربح المنتخب المغربي، لكن خصنا نشوفوا الاخطاء اللي كيديروا بعض اللاعبين، الاخطاء اللي كيدير المدرب. حنا خصنا اللي يتير، خصنا اللي ماركي. حنا رحنا لاعبين في المغرب، راه علين بلادنا، بروميير ميطا خصنا نكون رابحين الاقل بواحد، بروميير ميطا خصنا على الاقل خصنا نكونوا خاسرين رابحين بواحد. هذا هو الاشكال في ليكيب ديال المنتخب المغربي. السيناريو اللي تكرر مع المنتخب النيجر تكرر مع المنتخب التنزاني، وهذا هو الاشكال، وهذا الشيء ما بغيناش نطيحوا فيه. مقبلين على كاس افريقيا اللي منظم في المغرب، حنا خصنا نكونوا منتخب ليكيب. حنا تبارك الله عندنا اللي جوور راه مناضين اللي كيلعبوا غير في الفروق اللي ما شاء الله، جميع اللاعبين المنتخب المغربي غير ما شاء الله. نتمنى من ليكيب المنتخب المغربي يخدموا على نفس الشيء، ما يبقاوش يكرروا نفس السيناريو. راه خصنا الاهداف، خصنا اللي يتيري. ما لقيتش الاشكال كيفاش تدخل تماركي، خصك تيري باش تقدر تماركي.